السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. ردة فعل شنو؟ لا متعودنا على ردة فعل. اعتذر اول شيء، ردة فعل ما قدرت اصورها لان صراحة يعني كنت نايم لحد دقيقة 30، قعدت بعد دقيقة 30 ما له خبر على الولد ولمهم التليفونات والسوالف هاي، وتعرضت بالاوضاع فما قدرت انه اصور. زين، ريال مدريد تعثر، مبروك لبرشلونة الصدارة. هاي الفقرة أنا اللي اليوم أتكلم بها اللي هي فقرة تقييم اللاعبين، قيم لوعي ريال مدريد ونقيم لوعي برشلونة بالاستناد على المباراة الأخيرة اللي لعبها الفريق. ريال مدريد لعب قدام جيرونا وتعثر، وبرشلونة لعب قدام ألافيس وفاز. فريد نقيم اللاعب هنا وهنا. قبل لا نبدأ لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات وخلينا نتوكل. طبعا راح هنا أنا أبدي بريال مدريد لأن صراحة يعني مو مال أنهي الفيديو وأنا محمض حموضة أكو، فخلينا نبدأ بريال مدريد. نجي على ريال مدريد، طبعا التشكيلة مالتهم هي قبالي حتى ما أظلم أحد ولا لا. يا بلينغهام لعب، فينيسيوس لعب، امبابي لعب، الكل راح ياخذ له اللزقه مالته. المهم قبل لا نبدا بالتشكيله اريد اقيم الصراحه، يعني اريد شو او مو اقيم، اريد اسولف على تشابي الونسو. الحكمه شو تقول تشابي الونسو؟ الحكمه تقول انه الرجل الجبان يموت 1000 مره والرجل الشجاع يموت مره. حلوه الحكمه، حلوه. انت تبين انه يعني انت تبينت لي انه انت جبان صراحه. مدرب جبان، مدرب خضع للاعبين، مدرب حلوله صارت زيرو مشطب. تبديلاته خرب، تبديلاته المضحكه هاي اللي يعني نرفزتني، انا دمرتني. البارحه ريال مدريد قدام جيرونا لعب كم عرضيه؟ يمكن فوق ال20 عرضيه. زين انت ما عندك لاعب بالصندوق يضرب الهيد، هاي الكله ما عندك احد يضربها. صح لو مو صح؟ زين انت من ما عندك لاعب يضرب الكله غير تنزل لاعب يضرب الكله. مو انت سويتها، عاشت ايدك، بس شو سويتها؟ دقيقه 89 لا، ومن سويتها ما سويتها صحيح. يعني انت نزلت راؤول غونزاليز لاعب جيد بالراسيات بالكذا هاي، لان مبابي ما يثبت بالصندوق. مبابي يحب يطلع برا يجيب الطوبه هو بنفسه يكف له 1 2 3 يعني كريستيانو 2007 2008 كره ذهبيه ومانشستر يونايتد. المهم مبابي ما يثبت بالصندوق، فانت نزلت راؤول غونزاليز. حلو، تبديل حلو ممتاز. زين انت من نزلت دقيقه 89 ايش قلت لربك؟ يعني انت من نزلت 89 ايش قلت؟ تيت هذا هو شطب، لان بيمي يوقف على الخط، بيمي ينزل، بيمي شويه ياخذ له عرقتين بالادراج، انتهى الشوط. زين عديها سالفه الوقت. انت من نزلت دقيقه 89 وخليته انه هو على مود يلعب هيد. انت طلعت لي عرض، طلعت انا ارنولد طلعته. زين من اللي يعرض له؟ من يوصل له طوبه؟ انا اوصل له طوبه منه غير انت يعني منطق. هذا يضرب كله وهذا يعرض. زين كان بس هذا يعرض وما كل يضرب كله، اوكي؟ فتنزلت لي يضرب كله، طلعت لي يعرض. زين من راح يوصل لي اياه؟ ما دا افتهم. هاي التبديلات النعال مال الونسو ما دا افتهمها الصراحه. وكل لقطه قبل لا ابدا تقييم اللاعب اريد بس اسولف عليه. اللقطه اللي بكل نهايه مباراه تقعد لي هيك جالسه على ركبتك، هاي بطلها. انت مو جون سنو يعني، بطلها. كل مباراه اشوفك كان قاعد هيك، بطلها يا اخي، ما حلوه والله، ما حلوه. مثله يعني مثلك حتى بريال مدريد. ما هاي الشخصيه انا ما احبها الصراحه، مال الانهزاميه. بطلها التعثر، خذ اللاعبين ادخل غرفه ملابس شوف لك حل. لا كل دقيقه تقعد منهار وما ادري شنو. هاي السوالف ما احبها، راح مع الاهلك. المهم خلينا نبدا هسه بتقييم اللاعب، لان تقييم الونسو 0 خوش. اي 0. نجي على كورتوا الصراحه يعني يعني انا قليل ادب اكون اذا اقيمه، والله بالله. يعني انا ادب سيس اذا اقيم كورتوا. انا قدرت ايش حتقيم كورتوا لو ما احنا شنو، لو ما هو شاين، والله هو شاين. يعني احنا بدون كورتوا كلش ماكو، يعني بدون كورتوا يعني تخيل كورتوا ما جاء لريال مدريد، ماكو دوري ابطال، فريق يمكن يهبط درجه ثانيه. المهم كورتوا 10/10. نجي على فران غارسيا هذا لو يفتح بثوث على التيك توك اشرف له، يعني الصراحه بالله الكريم. فران غارسيا 0. لا نزعه هجوميه، لا نزعه دفاعيه، لا ما ادري شنو ليش نازل، شنو دوره بالحياه، يعني دوره بريال مدريد ما ادري. واحنا شلون اقتنعنا ورجعناه من رايو فايكون هم ما ادري. يعني مع انه شاب رايو فايكون مقدم، بس هو قول يمكن جول لو جولين على برشلونه وقلنا خلاص هذا اللي جاي يقفل الملف. فابونا 0. روديجر راجع من اصابه، فيعني
ما اقدر اقيمه تقييم صراحه، يعني اعطيه 0 لان اول مباراه له قدم مو ما قدم، يعني اوكي شويه شفنا انه روديجر دا يحاول، لكن الهدف ما اعرف شو اشوف انه الهدف وناحي لقى هيك طاوله كامله مفتوحه قدامه وسدت، ماكو دفاع، ماكو هاي المساحه اللي دا تنترك بين قلوب الدفاع، هاي ما اعرف شنو فيلمها. عموما روديجر 3 روح. بالنسبه لي ميليتاو افضل لاعب المباراه طبعا بعد كورتوا، ايش حد يوصل لعمه كورتوا. ميليتاو افضل لاعب المباراه. ميليتاو من ناحيه المردود الدفاعي وراجع من اصابه، من ناحيه المردود الدفاعي، من ناحيه الضغط العالي اللي كان يقدمه عود ريال مدريد، كان عود يقدمه ريال مدريد ولا واحد طبعا عرف يقدمه صح، بس ميليتاو هجوميا همين كان ممتاز صراحه. يعني انا شفت ادوار ميليتاو انه واو، اكو طفره بالموضوع انه متقدم للامام ومع ذلك مسيطر على الامور. لذلك بالنسبه لي ميليتاو ما انه انا قلت افضل لاعب 10 اعطيه 10. ارنولد ما ادري شنو، ارنولد لا ليفربول استفاد من عنده ولا احنا استفادنا من عنده ولا هو استفاد من نفسه الى الان، ما ادري يعني. اقدر اقول انه منسجم، اقدر اقول انه المدرب ما يستغل عدل، لان صراحه يعني الولد عرضياته حلوه والكرات الطويله مالته ممتازه، بس ما المن ينطيها. هاي اللي مصفنتني. امبابي لو ضربه طلق ما يضرب كله، ما اعرف شلون قدام اولمبياكوس ضرب كله، ما اعرف يعني ما يضرب كله امبابي. فارنولد روح عمي 5 من 10. نجي على تشواميني شقيمه. تشواميني يعني ما اعرف، والله ما اعرف. لاعب قطع الكره ممتاز، لاعب بناء لعب زباله، لاعب بالتحرك زباله، ثقيل يعني ما اعرف، تحس اكو كيلوات هنا اكو كيلوات حاطها برجله، ماكو يشتغل يعني بناء الهجمه فد بطيء حلزون، ماكو هيك. يعني اللاعب جيران كلهم دا يرجعون وانت بعدك هاي عدنان ولينا شايف هذا الرجل الالي اللي كان يصعد عليه شو اسمه قبطان، كان يصعد هذا الرجل هو نفسه بالوسط موجود. ما هذا احنا تعاقدنا ويا هذا الرجل الالي بالوسط، ثقيل كتله ما ثقل، لا بناء لعب لا ماكو من اقول لك ايش قد قيمه انا 2 من 10 امشي لك يلا ولي. كلش ثقيل. فالفيردي اللي راح تنفجر قدمائي، فالفيردي اللي انفجرت قدماه، انفجر حتى دماغه، انفجر كل شيء ما بقى اشلاء. هاي ترى روح فالفيردي قاعد طفطف بالملاعب بالبرنابيو ساعه ملعب جيرونا. فالفيردي ثور وهائج بس بدون عقل، كل شيء ما بس يركض، ماكو فهم. قبل كان يركض واكو يعني رزانه هنا، هسه ماكو، هسه تحسه بس ركض داخل دا يحمي. المدرب قال له ادخل حمي بالملعب حش السامع، ماكو مستوى خري. ليش انت مستواك ابني؟ انت المدرب ما راضي عليه اوكي، بس انت قدم يعني على الاقل حسسني انه انا كمشجع بدي ادافع عليك. انا احب فالفيردي وماكو احد اصلا من مشجع ريال مدريد يكره فالفيردي الصراحه، بس انت على هذا مستواك لا، انت زباله، انت حرامات. احنا اصلا ندلعبك، انت تريد تقود انقلاب، انت قندرتش، انت حرامات حتى كابتن. ماكو شبح بس يركض، لا مستوى لا خير لا مساهم. قبل كان يسدد هسه ما يسدد، باصات غلط، تحسه تايه، تحسه منزل. هذا بلي دا يشتغل كابتن بلي وهذا ويس معلق عده، ما تايه، ما تعرف وينه. شنو الفيلم؟ 0 لك 0. لا شو تريد؟ ايش قد اعطيك قابل؟ والله انا على حتى غيرتك، انا على حتى غيرتك. بيلينغهام ليش؟ ما انا احبك يعني، والله ما ايش اقول لك. شنو المستوى هذا التعبان؟ والله ما ادري يعني شو قيمه هسه بيلينغهام. بيلينغهام سيء. بيلينغهام راجع نفسك، انا مالي دخل بحاجه الصحافه، انا احبك تدري بيها، ومن احبك راح اصير شويه لين وياك، لان انت لابس رقم 5. لو ما لابس رقم 5 ليش على الغالي مالتك، بس انت لابس رقم 5. عين راجع نفسك، لان انت مستواك كل السيء يعني ما دا اعرف شنو الفيلم مالتك. مستواك لا تبني لعب، لا تشوت، لا تصنع،
لا حول ولا قوه الا. شنو انت دورك بالحياه؟ ها شنو؟ ما ادري، بس توقف لي هيك تسوي لي بالاخير. شو اسوي بها هاي؟ وين هي اصلا؟ انقطعت هاي، صار شحه ازمه. شلون هاي كب كيك مال باب الاغا صار شحه نفس الشيء. ازمه انت كارثه. روح لك صفر. حتى واذا احبك، شنو احبك اكثر من ريال؟ جولر. راح يجون الجماعه راح يقولوا جولر احسن لاعب بالموصل، احسن لاعب بالكوفه. يابا ترى جولر لاعب ما يليق بقيمه ريال مدريد قولا واحدا. يعني يا صاحب البقى والسلامه، جولر ما يفيد ريال مدريد. افتهم اعقلها. صح دا يصنع لك لمبابي، هو حبيبه مبابي، هو مبابي، هو صح يصنع لمبابي بس ما يفيد. يعني هو من دا يصنع له. واضح انه لاعب كامكانيات ما يليق لريال مدريد يا اخوان، والله ما يليق لريال مدريد. ريال مدريد يراد له لاعب وسط فنان. شلون سيبايوس هسه من حكيت عليه، قلت لكم سيبايوس اوكي عنده هاي اللمسه والحب بس ما يفيد ريال مدريد. لاعب مو مال ريال مدريد، صف ثاني واضحه. اردا اقول ترى الدقيقه 50 يشد مغذي اكسجين ما يقدر بعد ينتهي. بالاضافه لذلك بونيتا تعبانه، بونيتا يعني ميته باللعبات الرتم السريع يضيع. فت راح يبقى باين عليه حاقد، بس انا بدي اروح صفر والله صفر. ما ارجع لنا الصفر. نجي على فينيسيوس جونيور. شوط اول ماكو، شوط ثاني حاول واجتهد وكذا، يعني تفعل شويه المود مالته. بس بشرفك ايش كم كره ضاعت من فينيسيوس جونيور هذا تسبب علينا هدف. هاي القذاره بطلها. انه انت تخسر الكره بطريقه مستفزه بالله الكريم. يعني انا قاعد منه ومباوع يعني حتى عيونه مغوشه. انت ايش دا يسوي هذا؟ ايش دا يسوي؟ وهاي فكره انه انت ما اعرف، لاحظت له لقطات وايد انه هو بالتسلل. ليش؟ ما لك خلق ترجع له شنو؟ ما دافته. فينيسيوس مستواه هم يعني رايح، شفناه يحاول اوكي، مع ذلك اتفق وياك ان اللاعب حاول واللاعب كذا، ولو ما اللاعب ما تجينا ركله جزاء. طبعا ظلمنا بركله جزاء. انا بالنسبه لي اشوف ركله جزاء مال رودريجو، بس انساها. هو الفريق خريع، فريق ما يستاهل يفوز. على شنو اخليه يفوز؟ فينيسيوس مستواه سيء بس يعني شويه شايل الوضعيه، بس ثعوله 6 من 10. نجي على مبابي. انا ضايج منه فقره واحده اللي هي ما يوقف بالصندوق. اوكي، من ما يوقف بالصندوق يصير صحراء، صندوق الخصم يصير صحراء وانت ما توقف به. وجماعتنا احنا مشجعين ريال مدريد ما نريد بيلينغهام يطب للصندوق، لان انت وسط، انت تطب ابوك صنطه. اوكي، انت ما تقول، انت ممنوع، انت وسط، انت بس تصنع. اوكي، حتى الجول اذا تقول نتمنى نلغيه. هاي طبعا عقليه مشجع المدريد، احكيك اياها باختصار، مو الكل الاغلب، وفئه كلش كبيره. فمبابي يطلع من الصندوق بقى صحراء. نفس الحكي اللي كنا نحكي قبل على كريم بنزيما، بنقول يابا كريم بنزيما ده يطلع من الصندوق والصندوق ده يصير صحراء، وكريستيانو رونالدو ماكو. فشنو الحل؟ لحد ما شوي بنزيما صار عنده عقل وافتهم انه كريم بنزيما ما يلعب، كريستيانو ماكو، انا لازم شويه اثبت بالصندوق. فقام يثبت، اخذ كره ذهبيه. اوكي، نفس الشيء مبابي هسه دا يسوي. لاعب هو مو راس حربه، فبعد ما متعود على ادواره ويطلع خارج الصندوق هوايه، فانت صندوقك يعني ماكو. والونسو الزمال اللي قاعد هناك نزل لي راؤول غونزاليز دقيقه 89، خرب روحك. كل ما اتذكر 89 منزل لي اياه ومطلع لي ارنولد بداله. لك منو يصنع العد؟ 6 من 10. نجي على التبديلات. كاريراس نزل بدال فران غارسيا. تقيمه هسه 89 تقيمه. والله ما عنده معارك بدريس. روح يابا روح تخطي سكيب، روح امرك الله. غونزالو غارسيا سكيب هم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. تشواميني نزل بداله لندنوسي او رودريجو يعني دا يحاول. هو 30 مباراه ما ادري 200 مباراه لحد بعد ما بقول يا ريال مدريد، فدا يحاول الولد. يعني نطيف فرصته. ولو انا كنت اتمنى يعني صراحه دقيقه 70 راؤول غونزاليز ينزل، يعني هي مبينه. همين رجعت على نفس الموضوع، ما تبديل. كل ما اريد اسوي له يعني ما اريد اسولف بيها، ثق بالله. فيديو قبل شوي مسحته همين لين راؤول غونزاليز وسالفه تشابي، وهاي قد طولت بيها، حكيت بيها، فيديو طول فمسحته. وهسه من ما دا اجي ارجع عليها. دقيقه 72 انزل راؤول غونزاليز يلعب لي كلات، نزل لي هذا الفلبيني شو اسوي فيه؟
روح 3/10 لأن مستواك خايس. بعد منو؟ جولر طلع، منو نزل بداله؟ كاما 6/10 7/10 لأن كاما من نزل شوي غير الوضع الصراحة. من طلع أردا جولر نزل بداله كاما شوي الوضع تغير. يعني شفنا اكو حلحله بالموضوع، الفريق شوي بدا يا الله احنا ريال مدريد احنا المتصدرين، لان برشلونه لازم راح يفرقون علينا بفارق النقاط، لازم شفنا الوضع شويه تغير. فكاما 7/10. تمام. هنا خلصنا من تقييمات لاعبين ريال مدريد. واللي طبعا على شنو اللي صدق نسيت اقول لكم معايا الاستناد على التقييم مزاجي. هذا انا الاستناد الاول مزاجي، الاستناد الثاني مزاجي، انا هيك اقيمه على مزاجي. اوكي، فنروح نحول هسه على برشلونه. نجي على برشلونه قدر يفوز على الافيز، فمبروك لكم الفوز على الافيز ومبروك لكم ايضا الدوري. اذا تقدموا مستوى اوكي، مستواكم جيد يعني، بس بعد يعني رات شوي الامور، جزء من يرجعون المصابين اللي هم رجعوا بعد ما اريد اي عذر مع المصابين، انه ان شاء الله الامور تتغير عندكم، فاتمنى لكم التوفيق. فخلنا نبدي، توكل على الله. بالنسبه لفليك كمدرب ممتاز، يعني المدرب ده يحاول يطلع لك قدر الامكان الحلول اللي يقدر عليها. طبعا الى الان ما زلت انتقد انه خط الدفاع المتقدم هذا كلش يؤدي الى الكوارث، حتى لو انت من المتقدم بالنتيجه شويه ارجع، لان انا الفز بالشوط الثاني اكو واحد اقرع مثلي ضيع انفراده ما تضيع، كان المباراه انت 2 كل. فالخط شويه يعاب عليه، يعني لو يرجع الامور طيبه. لذلك اللقطه همي انا ما حبيتها، مال قاعد على الكرسي والافوره هاي مال باتشي ورافينيا يقول له اصبر اخويا، وهاي نفس ما انتقدت الونسو انتقد عليها فليك. فانا هاي الافوره زايده ما احبها. ليش؟ لان انت تدرب برشلونه، لو تدرب غير نادي اقول لك ما يخالف، ريال مدريد برشلونه هاي الانديه ما يلوك لهذا الوضع. اوكي، لذلك فليك نقدر نقول 7/10 بالنسبه لي. خوان غارسيا يعني صراحة مو هو صفقة الموسم بس، هي صفقة المواسم القادمة وحتى السابقة وكلها. خوان غارسيا حارس ممتاز جدا، حارس دا يقدم، حارس طلع طوبة ما تطلع لحد الآن. أنا ببالي هي اللي هي هاي التبطح. فخوان غارسيا محظوظين به جماهير برشلونة، مثل ما عندنا كورتوا تعدكم حاليا. خوان غارسيا معروف انه الفريق اللي يريد يفوز بالبطولات لازم يكون حارس مرمى مالته ممتاز، مو شتيكين وتشيزني وما ادري منو. 8/10 او يلا 9/10 لا 9/10 حتى اعطي لكل ذي حق حقه. غارسيا الجندي المجهول، او نقدر نقول الجوكر اللي موجود، تريده وسط ماشي، تريده قلب دفاع ماشي، تريده ظهير ماشي. اللاعب ده يقدم اوكي، هو بكل مركز يلعب، ما راح يقدم لك الطفره هاي، لكن يقدم لك يعني شلون اقول لك، يسد لك الفراغ. شلون ناتشو كان بريال مدريد، لاعب يقدم لك اللي يسد لك الفراغ وانه ما يخليك تحس انه اكو هنا نقص. اوكي، لذلك إيريك غارسيا 6/10. لا قد تعطي شنو السالفه. كوبارسي بالنسبه لي انا كنت مقيمه الصراحه 0، حتى اكون على بينه، بس اكو كره طلعها بالشوط الثاني يعني صعبه، كان ممكن جول. لذلك انا قيمه كوبارسي 6/10. اي 6/10 ايش قد اعطيه، لانه هو اصلا مستواه يعني سيء، كل سيء. 6/10 كوبارسي. ممكن يرجع شوي يتحسن. هاي جيرارد مارتن بالنسبه لي يعني افضل لاعب خط الدفاع مال برشلونه. جيرارد مارتن همينه شلون ما تريده يقدم لك، ظهير يقدم لك، قلب دفاع يقدم لك، وين ما تحطه يقدم لك. مباراه الانتر اذا تذكروها، مدى عيد الاحزان عليكم، بس اذكركم انه الولد يقدم. ف جيرارد مارتن 7/10 اللاعب ممتاز، لاعب ممتاز صراحه. كاسادو يعني هو شوف من يعني شلون اقول لك، خل اعطيك مثال، او لا ما اعطيك مثال، شوف مثال شيء مبينه. كايسيدو تشيلسي، كاسادو برشلونه. شوف هذا نفس المراكز تقريبا، بس ذاك يعني ادوار دفاعيه اكثر بهوايه، وذاك ممتاز كاسحه الغام. كاسادو عرفت؟ فيعني ناعم، تمريراته غلط، ما اعرف طايش همينه. تشوف فالفيردي، بس طبعا فالفيردي من ناحيه الرتم والركض ولا اكثر، بس انت بعالم ثاني ما ادري
ما طايش. المهم 4 من أو 3 أروح 3. بيرنال اللاعب اللي طبعا صغير بالعمر وراجع من اصابه وسوالف هاي، فما تقدر همين تقيمه ذاك التقييم. اللاعب تحسه سلو موشن صراحه، يعني اسمعوا لي، لاعب سلو موشن يعني تحس انه الكوكب واقف عنده، الآلة الزمنيه واقفه، فاللاعب بطيء وسلو موشن كلش والله سلو موشن، عدد الفريمات كلش قليل عنده. فال3 من 10. كنت المفروض اعطيه اقل بس لين راجع من اصابه. اولمو، يلا اولمو سجل هدفين. طبعا يحسب له اولمو انه هو التحرك مالته الممتاز، اللاعب اللي قدر يسجل هدفين من ناحيه التحركات الممتازه طبعا، واستغلال مهاره التسديد اللي هي اصلا ما عنده صراحه، فاشل بالتسديد، بس هي صارت بعد. اولمو قدم مباراة جيدة، مسجل هدفين، ما اقدر احكي صامنا على حلقي، بس انا كلاعب شنو كشخص اشوف انه اولمو شوية بعد يعني ينفع لاعب دكة للبرشلونة، ينفع لاعب دكة، انما كلاعب اساسي ويقود لك رقم 10 لا. فعلى الهدفين 8 من 10 يلا، بس بدون هدفين لا اصلخه. رافينيا بالنسبة لي أنا أفضل لاعب بالمباراة. رافينيا اللي قدم مباراة ممتازة، رافينيا اللي هو آلة ما ضغط، آلة يضغط ما يوقف. يعني أنا بس هاي الذبانة خبرتني. رافينيا لاعب شقاقي، أحب اللاعب القيادي اللي عنده روح، اللي يدمر نفسه، ولا تنسى أنه برازيلي أو يعني شلون نراهمه، بس هو رافينيا كلاعب جبار صراحة. يعني أي مدرب يتمنى رافينيا وياه. أنا تصفون شلون تشافي يعني يطلع رافينيا كل مباراة، يطلع رافينيا كل دقيقة 60 يسحب لك رافينيا تعال اطلع. تنقهر يعني صراحة، لأن واضح اللاعب عنده إمكانيات مو مهارية، بس أنت تقدر تستغله من ناحية الضغط، من ناحية الفعالية مالته. لاعب ما يوقف، صنع لك هدفين. فرافينيا 9 من 10 أو 10 من 10 يلا 10 من 10 روح تستاهل والله رافينيا، لأن أنت أفضل لاعب بالنسبة لي برشلونة طبعا مو بالعالم. لامين يامال، بالنسبة لامين يامال ممتاز. يعني انت من تجي تبوع عليه كلاعب ممتاز، بس تعيبه بعض الشغلات صراحة. يعني نكون واقعيين، تعيبه بعض الشغلات. يعني انت بالشوط الاول تقدر اكو انفرادية سهلة كان انت تقدر يعني على البعيدة وفضلت راحت، لا اتخذت بيها شوية راح زايد. بس لكن لامين يامال من ناحية المهارة، من ناحية الصناعة، من ناحية اللعب، سجل هدف ما ننسى. فلامين يامال بهاي المباراة كان ممتاز. اوكي رافينيا احسن من عنده، نقدر نقول لامين يامال يجي بعده، بس كمستوى من ناحية صنع من ناحية تسجيل سجل، فنعطيه 8.5 من 10. 8.5 من 10 اي 8.5 من 10. ليفاندوسكي بالنسبة لي يعني صراحة بهاي المباراة لعب هو شلون النقطة، او يعني ما حتى ما يلعب مهاجم مهم، لاعب كنقطة، لاعب يعني تصل الكرة يفتح مساحة او يمرر او كذا او كذا او يسحب لاعبين. ليفاندوسكي بحكم العمر وبحكم الفورمة بحكم الهاي احسن من هواي اللاعب حاليا يلعبون برشلونة الصراحة. تبوا على عمره وتبوا على اللياقة البدنية مالته هاي احسن من هواي اللاعب يلعبون برشلونة. ليفاندوسكي احسن من توريس الصايع، توريس اللي ضيع لعبة ضد فرصة ضد تشيلسي ما تضيع، ما ادري شلون ضيعها. انت شو تريدين من عندي؟ شو تريدين؟ يلا يا عاطف يلا ولي. المهم ما تضيع، ضيع فرصة ما تضيع والله ما تضيع. فتوريس حرامات ينزل اساسي على ليفاندوسكي على الاقل عامل الخبرة، ممكن يحسم لك من انصاف الفرص، ممكن كذا ممكن توريس شنو يقدم لك اياه؟ توريس ماكو شيء. فليفاندوسكي 7.5 من 10. هسه نجي على البدلاء عندنا على اول واحد كريستنسن. ما اعرف يعني هذا لاعب لا تقدر تحكي، لا تقدر يعني انت من شلون اقول لك، يمكن من تدخل عقله تحس اكو عدم، فما تقدر لا تذم ولا تمدح. يعني انت موقفك لازم يكون محايد، لان ما تعرف شنو الفيلم، ما تعرف. 5 من 10 روح. هو تشلعب لا والله هو 5 من 10 شنو السالفه؟ 3 من 10. نجي على الثاني، خلينا نشوف الثاني من هو. كوندي
كوندي الحلو، كوندي انت من ناحيه المستوى فمستواك صراحه يعني ممكن المباراه هاي شويه شفت شويه افضل من باقي المباريات، لان المباريات البقيه لا انت منتهي ميت. انا اقدر اقول انه انت ما اعرف يعني فليك ده يظلمك من ده يستخدمك كظهير، ممكن بسبب انه للضروره احكام، بس كوندي كلاعب ظهير ميت. ذاك الموسم ترى كانت المنظومه كلها قويه، فانت شوف كوندي يعني ويا الهربجيه داخل محاشر نفسه، عرفت علي؟ فهذا الموسم لا، المنظومه شويه يعني مو ذيك المنظومه منهاره، فكوندي بين على حقيقته انه هو سيء. فكوندي بهاي المباراه بما انه نزل بس شوط واحد فراح نعطيه 4/10. ماركوس راشفورد، راشفورد بالنسبه لي لاعب يحاول، لاعب يعني الصراحه بقى راشفورد لاعب كلاعب يعني والله تحسون انه هو دا يحاول دا يريد يأدي، بس يا اخي هو يعني دا يقول لك هاي امكانياتي، بس هو كلاعب حتى راسي قام يوجعني، هو كلاعب يعني دا يحاول. طبعا راسي دا يوجعني مو من تقييم برشلونه، تقييم اللاعب ريال مدريد هسه بين الاثر، عرفتوا؟ راشفورد دا يحاول دا يريد يقيم دا يريد يقيم شنو، دا يريد يلعب، دا يريد يأدي، يثبت نفسه، يطب يمنه يطب يسرى هاي كذا، بس يعني صعب برشلونه صعبه عليك والله صعبه عليك يعني. راشفورد مو مال برشلونه مع احترامي يعني، ممكن يأدي ممكن كذا، بس شويه صعبه يا اخي برشلونه، راشفورد برشلونه صعبه، لذلك 3/10. بدري نزل لعب 40 دقيقه يمكن، شفنا انه هذا سندريلا دا تلعب يعني مو يعني كوصف انثوي لا، يعني سندريلا يعني مانيق وكذا، تحسه حلو بيدري والله يعني حلو كلاعب اقصد. فبيدري لاعب يعني بيدري حسه كيتش بيوري كم مره اقول ابطل هاي الكلمات. نقي تعرفون شنو نقي يعني؟ بيوري بعد بيوري محمد نقي كلش نقي. فبيدري يعني 7.5 8 تستاهل 8 ربع. انا احب بيدري، ما انا لاعب احبه ما قصروا وياه، بس اهم شيء ما يقصر بعض الملعب، فانا ما اقصر وياه ان شاء الله. عموما لا بقى واحد سمكة التونة العنيدة فيران توريس 0 خيولي، هذا هو قفل ماكو داعي حتى نحكي به انا حتى غيرته. المهم وصلنا الى نهايه الفقره مع تقييم لاعبين ريال مدريد ولاعبين برشلونه. اتمنى تكون الفقره عجبتكم، اكتبوا لي بالتعليقات اذا نستمر عليها او لا. بعد كل مباراتين نطلع نقيم، ورا ما نصور ردات الفعل نطلع نقيم، يعني غالبا يمكن الخميس والاثنين الا ما شاء الله. فلا تنسون اللايك والاشتراك تفعيل زر التنبيهات. وريال مدريد يعني همزيا شويه الحموضه راحت مال المباراه. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات ثانيه. في امان الله.